لما كنت بجيب اختبارات تصادم وكان الاصطدام في الطبيعي بيبقى بحاجز ثابت من الصلب، الناس كانت بتقول لي الاختبار ده ما ينفعش يتقاس كده، وان في الحقيقة العربيات ما بتصطدمش بحائط، العربيات بتصطدم ببعض. وان كان الكلام ده غير صحيح لعدة اسباب، من ضمنها ان انت مش ضامن اصلا الحادث يبقى عامل ازاي، وانت هتصطدم بصلب ولا هتصطدم بحائط ولا تصطدم بعربية تاني. الى جانب مش انا اللي بحط المعايير بتاعة الاختبارات دي، وان دي هيئات عالمية هي اللي بتحطها. فالنهارده انا جاي اوريك حاجتين، اوريك ان الاصطدام بعربيه تانية متحركه اصعب، واوريك ان الحادث لما بيكون لعربيه صغيره بيبقى اصعب بكتير جدا. قوانين الفيزياء ثابته، وهو ان الكتله الاكبر هتاثر اكتر في الكتله الاصغر. ولان الاسطوره بتقول ان العربيات القديمه اقوى في الاصطدام، فهنبتدي بالموديلات القديمه. واول عربيتين معانا فورد جالاكسي موديل 72 هتصطدم بفورد بنتو برضه موديل 72. هتلاقي ان الجالاكسي لانها اكبر واضخم تاثرها بالحادث كان اقل بكتير من البنتو، وانها تقريبا طيارتها. العربيتين اللي بعد كده بويك بارك افنيو موديل 91 وجيو ستورم موديل 91. هتلاقي زي ما قلت ان قوانين الفيزياء ما بتتغيرش، وان الكتله الاكبر والوزن الاكبر بيأثر اكتر بغض النظر عن كون الموديل قديم وصاج محمل والكلام ده كله ولا لا. واخيرا هننتهي بالاختبار بتاع الكامري مع اليارس، والاتنين موديل 2009، نفس النتيجه ما اتغيرتش. ده بيوصلنا للنقطه اللي انا عايز اوصل لها النهارده، ان العربيات الاصغر تاثرها بالحوادث اكبر بكتير من العربيات الاكبر حجما. وعشان كده مثلا بقوا في الولايات المتحده بيفضلوا العربيات البيك اب والعربيات اللي اس يو في، لانها بشكل عام اقوى في حمايه الراكب من العربيات الاصغر حجما. طب تعالوا بقى نتنقل لعربيه صنعها صانع ضخم وهو مرسيدس، وهي العربيه السمارت. عربيه حجمها صغير جدا، ومع ذلك لما اتعمل لها الاختبارات التصادم الطبيعيه العاديه، العربيه اجتازت الاختبار بنجاح. وزي ما احنا شايفين ان الاصطدام ما وصلش الراكب بالقدر اللي انت ممكن تكون متخيله. فعربيه بالحجم ده ومقدمتها صغيره كده، فالعربيه قدرت في الاصطدام الامامي على سرعه 60 انها تنجح. تعالوا نشوفها بقى في الاصطدام الجانبي. القصة ما اتغيرتش في الاصطدام الجانبي، والعربية برضو نجحت وقدرت تحافظ على الراكب، بس هنا السرعة كانت 50. الاختبارات دي قديمة وعشان كده السرعات كان أقل من السرعات اللي بتستخدم دلوقتي، اللي بتبقى في حدود من 65 ل 75. طيب كده العربية في الاختبارات دي نجحت، هل بقى في الاصطدام بعربية تانية هتنجح برضو بنفس القدر ولا لا؟ هنا بنشوف اصطدام عربية سمارت مع عربية اس كلاس، والاتنين على سرعة 60 كيلو. زي ما احنا شايفين كده الاس كلاس طيارة السمارت، وده بديهي جدا لفرق الوزن والحجم. فحتى لما تكون العربية من نفس الصانع، في عربية نجحت وهي الاس كلاس، والسمارت فشلت. وده برضه بناء على التقرير اللي قدمته هيئة IIHS، مش كلامي انا الشخصي، وحتى مش بناء على ان العربية اتحركت مكانها بالقدر ده، ولو ان ده مؤثر جدا طبعا في سلامة الركاب، ولكن ناتج عن تأثر العربية نفسها بالصدمة ومدى وصول الصدمة للراكب جوه العربية. وده تاني يأكد الفكرة اللي أنا بقولها، إن العربيات الصغيرة أقل في القدرة على الحماية من العربيات الكبيرة، وده يخليك تركز كويس قوي وأنت بتشتري، عشان مش أي عربية صغيرة ممكن تحميك وهي حتى فيها وسائل أمان. فما بالك بقى لو هي ما فيهاش وسائل امان زي عربيات كتير موجوده في السوق عندنا دلوقتي. الفرق ما بين الشركات الكبيره والشركات الصغيره ان شركه مرسيدس طورت من العربيه واعادت الاختبار اكتر من مره، وعملت الاختبار تاني برضه بين الاس كلاس وبين السمارت. ومع ان قوانين الفيزياء ما اتغيرتش مع الزمن، ولكن النتيجه اتغيرت بناء على التطور اللي حصل في العربيه، وانهم قدروا يقووا الكبسوله الداخليه اللي بيكون جواها الراكب بحيث انها تحميه بشكل اكبر بكتير من الموديلات الاقدم. وبناء على الاختبار اللي عملته مرسيدس نفسها بتقول ان العربيه المره دي نجحت، وان تاثير الصدمه مش زي الموديل القديم. وحتى نقدر نشوف ده في هيكل العربيه بعد ما الاصطدام خلص، وان العربيه فعلا نجحت. اخيرا لما تشتري عربيه صغيره ركز قوي في وسائل الامان اللي موجوده فيها، لان العربيه اللي من حجم صغير حمايتها ليك هتبقى اقل، فبالتالي ما تشتريش عربيه صغيره كمان تكون بدون وسائل امان كافيه.